أهلا بيكم متابعينا الأعزاء في كل يوم حدوتة. في البداية كده لو انت بتشوفنا على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة، لو بتشوفنا على الفيسبوك أو التيك توك أو انستجرام ما تنساش تعمل فولو للأكاونت وسي فيرست عشان توصلك الحواديت كل يوم أول بأول. هيكون ميعادنا بشكل يومي الساعة 8. ويلا بينا نشوف الحدوتة النهاردة من فيلم ايه. يلا بينا ونكمل مع بعض حدوتة تنا ورنا، والحدوتة بعنوان مطاردة الجنيات. جاءت الجنيات إلى أرض الناس لإحضار فصل الصيف، وعندما وجدت تنا ورنا أنه لا يوجد لديها عمل لتقوم به، قررت أن تطارد إحدى السيارات. وحاولت نسمة أن تعطي تنا درسا، فحبستها داخل بيت صغير للجنيات. ولكن بعد ذلك اكتشفت الفتاة الصغيرة التي صنعت البيت وجود تنا ورنا، وشعرت نسمة بالذعر، فهي لم تكن تقصد أن تعرض تنا ورنا للخطر. وطارت نسمة عائدة إلى مخيم الجنيات لطلب المساعدة. واعتقدت نسمة أن الفتاة التي تسمى زيزي احتجزت تنا ورنا، ولكن في الحقيقة كانت تنا ورنا تقضي وقتا ممتعا مع زيزي، ويمكنها أن تغادر في أي وقت شاءت. وكانت تنتظر فقط أن يتحسن الطقس، لأنه لا تستطيع أي جنية أن تطير بجناحين مبتلين. وبمساعدة نسمة قام أصدقاء تنا ورنا بالتجهيز لمهمة إنقاذ من أجل إنقاذ تنا. وتحدت الجنيات الطقس الممطر، وأوشكت سيارة أن تصدمهن. وأخيرا وصلنا إلى منزل زيزي، وتسللت الجنيات بحذر إلى داخل المطبخ. قالت نسمة إن تنا ورنا توجد بالأعلى، لقد وضعتها الفتاة الصغيرة داخل قفص، وهناك أيضا مخلوق كبير داخل البيت لا يحب الكائنات ذات الأجنحة. وفجأة رأى القط الذي يعيش داخل المنزل الجنيات، وقفز خلفهن عبر المطبخ. فقد بدت الجنيات الصغيرات للقط أشهى من الفئران التي توجد في العلية، ولكنهن أيضا كن أكثر ذكاء. فقفزن على طاولة المطبخ ودافعن عن أنفسهن. وعرفت الجنيات أنهن يجب أن يصلن إلى السلالم ليتمكن من البحث عن تنا ورنا. وكانت نسمة لديها خطة، فنثر التراب الأساطير على الأطباق والأكواب في المطبخ، وبدأت الصحون تحلق في الهواء. وقفزت نسمة من كوب إلى طبق، وتمكنت طوال الوقت من أن تبتعد عن مخالب القط. وفي نفس الوقت حلقت الجنيات الأخريات داخل غرفة المعيشة على الأطباق لتشتت انتباه القط. وبينما قامت الجنيات الأخريات بمطاردة القط خارج المنزل، وصلت نسمة أخيرا إلى السلالم، فقد كانت صديقتها بالأعلى تحتاج إلى المساعدة. وعرفت نسمة أن إنقاذ تنا ورنا أمر يتوقف عليها. توتة خلصت الحدوتة، تصبحوا على خير يا حلوين. لو عجبتك الحدوتة ما تنساش تكتب لنا رأيك في التعليقات، وتعمل لايك وتعمل فولو للبيج، وتشير الفيديو ده عندك لو عندك أطفال أو لأصحابك اللي عندهم أطفال، وتساعدني على إن المحتوى ينتشر. وأشوفكم في حدوتة جديدة، وهنبقى مع بعض إن شاء الله بشكل يومي في كل يوم حدوتة.